السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون ليسن 5 و 6 من يونت 2. طبعا كالعاده هنبدا بالكلمات الاول، بس للاسف مفيش كلمات. عندي شويه sentences او جمل، تعال نشوف الجمل دي معناها ايه ونقدر ننطقها ازاي، ويلا بينا. لو عاوز اقول انا بساعد ماما وبابا بالانجلش بقولها كده: I help my mom and dad. I help my mom and dad. طب لو انا عايز اخليها اختي: I help my sister. طب عايز اخليها اخويا: I help my brother. عايز اقول بساعد خالي: I help my uncle. بس. طيب لو انا عاوز اقول ان انا بساعد في شغل البيت فبقول I help at home. I help at home. I help at home. طب لو عايز اقول ان انا برتب سريري فبقول I make my bed. I make my bed. I make my bed. I make my bed. انا برتب سريري. ولو عايز اقول ان انا برتب الالعاب بتاعتي فبقول I tidy. وكلمة tidy يعني يرتب. I tidy my toys. I tidy my toys. I tidy my toys. ولو عاوز اقول ان انا بلعب مع اخويا بقول I play with my brother. I play with my brother. وكلمة مع يعني with. طب لو عايز العب مع اختي I play with my sister. عايز العب مع بابا لو انا بقول انا بلعب مع بابا I play with my dad. عندي بقى كلمة مطبخ يعني kitchen. ودي الكلمة الوحيدة اللي في الليسن ده، اما الباقي كله كان sentences. kitchen. بعد كده بيديني فقرة صغننة قوي بتاعة read and learn. تعال نشوف بيقول ايه. هنا السؤال بيقول do you help at home؟ انت بتساعد في شغل البيت؟ فقال له yes I help my mom in the kitchen. انا بساعد ماما في شغل المطبخ. قام قال له do you help at home؟ بتساعد في حاجة كمان؟ قال له yes I make my bed. انا كمان بعمل السرير بتاعي. قال له do you help at home؟ بتعمل حاجة كمان في البيت؟ قال له yes I tidy my toys. انا كمان برتب الالعاب بتاعتي. بس كده. بعد كده بيديني الصورة دي وبيقول I help my mom and dad. I help my mom and dad. انا بساعد بابا وماما دايما. بعد كده بيقول البنت دي بتقول I tidy my toys. انا برتب الالعاب بتاعتي. I tidy my toys. يبقى لو انت الالعاب متنطوره كده في كل حته قول لماما I tidy my toys. سيبي لي يا ماما انا كده كده برتبهم وهظبط لك الدنيا. وبعد كده بيقول I make my bed. انا كمان برتب سريري. I make my bed. والاخيره بتقول I help at home. I make my bed. انا بساعد في شغل البيت. انا برتب سريري. I help my mom in the kitchen. وبساعد ماما كمان في شغل المطبخ. I play with my brother. انا بلعب مع اخويا. I tidy my toys at the end of the day. وانا كمان برتب الالعاب بتاعتي في اخر اليوم لما بخلص لعب بيها. وبكده نكون خلصنا lesson 5. تعالى بقى اوريك ايه اللي موجود في lesson 6 عشان عندي حته في الجرامر كده عايزك تركز فيها قوي عشان تقدر تحل الهوم ورك بكل سهوله. بص انا عندي كلمه طويل يعني tall. طبعا كلنا عارفينها tall. لما اخليها كلمه taller حطيت بس er في الاخر بقت اطول. يعني احمد اطول من محمد. عندي كلمه short يعني قصير، لو حطيت لها er في الاخر بقت shorter، بقت اقصر. محمد اقصر من علي. محمد is shorter than علي. وده الجرامر اللي انا هشرحه لك دلوقتي. يبقى طويل يعني tall، حط لها er تبقى taller. short يعني قصير، حط لها er تبقى shorter. عندي هنا old يعني كبير في السن، حط لها er تبقى older يعني اكبر. عندي كلمة young يعني صغير، لما احط لها er تبقى younger اصغر. young بقت younger. دي الاربع كلمات اللي موجودة عندي. تعال بقى اوريك هتعملهم في الجرامر او في السنتنسز في الجمل ازاي. يلا بينا. يلا ركز بقى معايا. زي ما قلت لك انا عندي كلمة short اهي. short دي يعني قصير صح؟ هنجيب نفس الكلمة واحط لها er في الاخر. بص اهي shorter. طيب عندي كلمة tall اهي. يلا حط لها er في الاخر. بص taller. كلمة young اهي. حط لها er في الاخر تبقى younger. خلاص يعني من قصير لاقصر، طويل اطول، صغير اصغر. طيب انا بقى بعمل الجرامر ده ازاي؟ بص يا سيدي، انا بيكون عندي شخصين، شخص هنا وشخص هنا. لو مثلا اللي هنا اسمه احمد اهو، احمد ده مفرد ولا جمع؟ singular ولا plural؟ singular مفرد بياخد is. عايز اقول احمد اطول من علي اهو.
طويل يعني طول اهي. اطول احط اي ار اهي. خلصت؟ لا، بزود الكلمه دي اسمها ذان. بعد كده احط علي. كده انا خلصت. فهي taller than. طب تعالى نقول علي اقصر من احمد. سهله، علي اهي. is ولا are؟ is. قصير short. حط لها اي ار وبعدين than وبعدين احمد. كده بقى معناها ان علي اقصر من احمد. طيب تعال نقول مثلا ان علي اكبر من احمد. سهله. بص يا سيدي، علي اهو، حط is. اكبر يعني old، بحط اي ار تبقى older، وبعدين كلمه than، وبعد كده احمد. خلصت. طب تعالى نقول ان احمد اصغر من علي. سهله، ادي احمد اهي، وبعدين بحط لها is. صغير يعني young، واحط لها اي ار. كده احط than، بعدين احط علي. ايه اللي انا عملته؟ بجيب الصفه عادي وبعدين اي ار بعدين than بس، والشخص الاولاني والشخص الثاني. وبكده نكون خلصنا ليسون 5 وليسون 6 من يونت 2. تعمل هوم ورك والاكسرسايز وما تنساش تعمل التست وتقول لي جبت كام من الفول مارك. باي. طيب ان شاء الله ده هيكون كلاس نمبر 3 في الجرامر، وهنا برضو هتكلم عن verb to be بس في الفورم الثاني منه. احنا اتكلمنا عن البريزنت المره اللي فاتت، اتكلمنا ازاي نكون جمله فيها adjective verb to be. صح؟ فاكر؟ he is tall, she is bad, we are good, they are crazy. وكمان اتعلمنا ان احنا ننفيهم وان احنا نحط بس not. they are not crazy, she is not good, he is not tall، وهكذا. كمان اتعلمنا نسأل سؤال اجابته او لا، زي ايه؟ is he short؟ هو قصير؟ yes he is. no he isn't. is she good؟ هي كويسة. yes she is. no she isn't. والنهاردة هناخد verb to be بس في شكله الجديد. ايه شكله الجديد ده بقى؟ verb to be في الباست، في الماضي، اللي بيتكون من was وبيتكون من were. was were was were. وقلنا was بتيجي مع I he she it، اما were بتيجي مع we you and they. طيب هنعمل ايه؟ شفت اللي احنا عملناه المره اللي فاتت؟ هتشيل بس منه am و is و are وهتحط was او were، وهننفي وهنعمل سؤال وهنجاوب عليه. ويلا وريني شطارتك اهو. تعرف تقول لي جمله بتقول هو بيكون طويل؟ سهله. هو يعني هي، يكون يعني is، طويل يعني tall. طب تعرف بقى تشيل لي is وتحط لي was ولا were؟ was ولا were؟ is يعني was. تشيل is تحط was، تقول لي he was tall. طب تعرف ان الجمله دي بقى معناها ايه؟ الجمله دي الاولى معناها هو بيكون طويل، دي معناها هو كان طويل. طب قول لي هو كان قصير. سهله، he was short. قول لي هي كانت نشيطة. كانت نشيطة يعني بقت كسولة. هي يعني she was active. عايز اقول هم كانوا مجانين بس عقلوا يعني الحمد لله. هم يعني they، كانوا يعني was. يا سلام، غلط غلط. هم ما بتاخدش was، هم بتاخد were. they were نشيطين active، مجانين crazy، طوال tall. بس هو ده. بدل is بقت was او were، وبدل ما يبقى في المضارع. طب انا عايز اقول ايه؟ انا كنت جعان. يا لهوي يا مصر، سهله قوي. انا يعني I، كنت يعني past، حاجه حصلت. was ولا were؟ I بتاخد was. I was جعان hungry. بس انا كنت عطشان I was thirsty. thirsty. انا كنت مجنون I was crazy.
بس انا دلوقتي مش مجنون. بس عايز اقول هم كانوا جعانين، سهله. هم they كانوا were جعانين hungry. طب لو انا عايز اقول هم ما كانوش جعانين، مستر بتجيب were تحط لها not. they were not hungry. هو ما كانش طويل على فكرة، يعني هو هي بتاخد was نفي حط not، طويل يعني طال. شفت كمان الجملة بسرعة ازاي؟ عادي. هو هي انا عارفها. كان ماضي was، ما كانش was not، طويل يعني طول. عايز اقول هي ما كانتش قصيرة، هي ما كانتش قصيرة، سهلة. she ما كانتش past was ونفي not. she wasn't قصيرة يعني short. خلصت. تعالى بقى نعمل الجملة present و past ونشوف الفرق ما بينهم. يلا هنعمل هنا خط، نقول هنا present، نقول هنا past، هنا am و is و are، هنا was و were. يلا بينا. وهنا هننفي، هنا هنكون وهنا هننفي. يلا عايز اقول 3 جمل. ال3 جمل دول بيقولوا انا بلاش انا، خليها مثلا هو بيكون جعان. هو يعني هي، بيكون يعني is، جعان يعني hungry. عايز اخليها بقى هو كان جعان. هو يعني هي، كان يعني was، جعان يعني hungry. حلو حلو حلو. تعال نقول هو مش جعان. he isn't hungry. عايز اقول هو ما كانش جعان. he wasn't hungry. لاحظت في الجمل ايه؟ يلا لو انت جدع لاحظ. انا هقول لك اول حاجه لاحظتها ان هي واحده اهي، هي اهي، هي اهي، هي اهي. تاني حاجه لاحظتها ان هنجري اهي، هنجري اهي، هنجري اهي، هنجري اهي. طيب ايه تاني بقى اللي لاحظته برضو؟ ان اللي اتغير ايه؟ الاولى كانت is عشان هي مضارع، التانية بقت was عشان هي ماضي. هنا حطيت is not عشان بنفي، هنا حطيت was not عشان بنفي. بس كده. شوف كونت 4 جمل وانا عارف بس هي وهنجري، والباقي كله بدماغي. انا اقدر اكون جمل كتير. طيب تعالى نعمل حاجة تاني. عايز اقول هم بيكونوا كسولين. يلا هم يعني they، في البريزنت بتاخد are. لازم تعمل الشكل ده زي ما هو كده بالظبط. they are كسول يعني lazy. فعايز اقول هم كانوا كسولين. هم يعني they، كانوا يعني were، كسولين يعني lazy. هم مش كسولين. هم يعني they، مش كسولين يعني are not lazy. هم ما كانوش كسولين. هم يعني they، ما كانوش يعني were not lazy. خلصت. بس كده اهو. كل لا تعالى نشوف احنا لاحظنا ايه. هم اهي 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 اهي، lazy اهي 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 اهي. ايه اللي حصل؟ هنا are عشان جمع، هنا were عشان جمع، بس هنا are جمع present، were جمع بس في الباست. هنا حطيت not عشان ننفيها، هنا حطيت not عشان ننفيها. بس كده. مفيش اي مشكلة ولا اي لخبطة خالص 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 خالص. طيب بعد كده مطلوب مني ايه؟ اني اكون سؤال باجابته او لا بس في الباست. مش عايزك تعرفه دلوقتي. كل اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي بس حرفيا كده تكون في البريزنت
تنفي في البريزنت وفي الباست، تكون present وتكون past، تنفي present وتنفي past. بس كده، هو ده هيبقى الهوم ورك بتاعك والبراكتس بتاعك. عايزك بقى تبقى بيرفكت وتعمل كل حاجه صح، وتجيلي في الكلاس بقى اللي بعد كده عشان هنبدا ناخد حاجات حلوه. يلا باي.